أهلا بكم أعزائي مواليد برج الثور. شهر يوليو 2026، هل الشهر ده بيحمل لكم مفاجآت سعيدة؟ هل الشهر ده بيحمل لكم حب جديد، مفاجآت قوية في الجانب المالي والجانب المهني؟ وما هي أهم التواريخ وأهم الأيام في شهر يوليو 2026؟ تعالوا نشوف توقعات الفلك والأبراج لمواليد برج الثور في شهر يوليو 2026. شهر يوليو هو الشهر اللي هتكتشف فيه ان السعادة الحقيقية تكمن في داخلك. شهر يوليو لن يدفعك الى وتيرة محمومة او مطاردة، بينما يدفعك الى التعمق في داخل نفسك. حتى 8 يوليو يجلب اقتران الزهرة مع الكواكب الاخرى مشاعر قوية قد تثير العلاقات والحالة النفسية، لكن ابتداء من 9 يوليو هيهدأ الجو بشكل ملحوظ بسبب ان الزهرة هتدخل في اقتران مع الكواكب الاخرى، وسيبدأ مواليد برج الثور في التوجه الى مباهج بسيطة ومشاعر نقية. ستكون العلاقات والمال هما محور الاهتمام في شهر يوليو. الشمس حتى يوم 22 من الشهر هتكون في برج السرطان. عطارد هيكون في برج السرطان طوال الشهر، ده بيعزز من الاجتماعيات والصداقات والعلاقات مع المقربين. شهر يوليو هيكون شهر مليء بالراحة والسكينة، هتستمتع باللحظات البسيطة وتعود إلى ما يمنحك شعورا بالاستقرار. سيدرك العديد من مواليد برج الثور خلال شهر يوليو أن السعادة لا تكمن في التغييرات الكبيرة بل في اللحظات اليومية العادية. بالنسبة للتوقعات على الجانب العاطفي، في الحب ستسعى للأمان قبل كل شيء، لا تريد الدراما الصاخبة ولا العلاقات المتقلبة. قد تكون الأيام الأولى من الشهر مليئة بالمشاعر، ويثير اقتران الزهرة مع الأبراج مشاعر قديمة من انعدام الأمان والغيرة أو أسئلة كنت تؤجلها لفترة طويلة. ابتداء من 9 يوليو سيحل الهدوء وتبدأ في إدراك التفاصيل الصغيرة التي تشكل الحب الحقيقي. إذا كنت غير مرتبط، فإن مواليد برج العذراء هم أفضل الأشخاص المرشحون للارتباط. قد تظهر بعض التوترات ونوبات الغيرة حتى يوم 9 يوليو. بعد 10 يوليو ستهدأ المشاعر وتكون حياتك العاطفية أكثر انسجام. فرصة لقاء شريك الحياة متاحة طوال الشهر، ولكن سيبدأ البحث بالتسارع بداية من يوم 23 يوليو، ويمكن أن يساعدك عطارد على التواصل مع الآخرين. بالنسبة للجانب المهني، ستركز على الأجواء أكثر من تركيزك على المهام نفسها. ستكون شديد الحساسية لمزاج زملائك ونبرة أصوات رؤساء والتوترات التي يتجاهلها الآخرون. يشجع شهر يوليو على التنظيم والتخطيط ووضع الخطط طويلة الأمد والتخلص من الفوضى وإضفاء نظام واضح وخلق بيئة تمكنك من العمل بشكل طبيعي. بالنسبة للأمور المالية، سيكون وضعك المالي مواتيا على الرغم من رغبتك في الاستمتاع بمزيد من الملذات أكثر من المعتاد، إلا أنه عليك ضبط نفقاتك. أما بالنسبة للجانب العائلي، سيكون المنزل هو أجمل مكان في العالم. سيضفي جو العائلة هدوءا وطاقة إيجابية للغاية، وستشعر برغبة أكبر في البقاء في المنزل وقضاء الوقت مع أحبائك. ستكون العلاقات الأسرية أكثر هدوءا من الأشهر السابقة. يوم الحظ أو أفضل يوم هو يوم 27 يوليو، تتلقى فيه دعم أو أخبار سارة أو نمو كبير في الجانب المالي. أما يوم 15 يوليو فهو يوم شديد الحساسية أو كثير الإرهاق. في كل شهر تخوض تحديات جديدة على دربك. أنت شخص هادئ واقعي ومتجذر في الواقع، لذا ستتعامل معها بسلاسة ودون تعقيدات وستتجاوزها بنجاح. حكمة الشهر: أجمل الأشياء في الحياة تحتاج إلى وقت وعناية وصبر لتظهر حقا. البرج الذي سيجلب لك السعادة هو برج السرطان، بسبب اللطف والحساسية والقدرة على خلق جو مريح يساعدك على الشعور بالأمان والاسترخاء. ويمكن أن تحدث بعض المشاكل مع مواليد برج الدلو
لأنه يتعارض على عدم القدرة على التنبؤ بتصرفاتهم ورغبتهم في التغيير مع حاجتك إلى اليقين والاستقرار. هذه كانت توقعات الفلك والأبراج لمواليد برج الثور في شهر يوليو 2026. أتمنى لكم شهرا سعيدا، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل ما هو جديد وممتع وشيق من قناتكم العالم الجميل. نايس وورلد. أشكركم وإلى اللقاء.